ان شاء الله بقى النهارده هنعمل كفتة فراخ بالبرغل زي كبيبة شامي كده. هتعجبكم جدا. بس قبل ما نبدأ عايزين ان انتوا تعملوا سبسكرايب للقناة بتاعتي ولايك بقى كده واعملوا شير وظبطوني يعني. انا كده جايبة نص بانيه وفرمته في الكيتشن بتاعي. بولة تانية هجيب بصل وهبدأ احط بقى البهارات بتاعتي. حطيت بقى هنا شوية فلفل وشوية ملح. يبقى انا هنا حطيت بصلة وعصرتها من المية وحطيت ملح وفلفل بالكمية اللي انا عايزاها وحطيت بصل باودر وتوم باودر. هبدأ بعد كده اعمل ايه بقى؟ هضيف الفراخ بتاعتي. انا جايبه نص كيلو فرمته عشان احنا اتنين. اصبروا بقى للاخر هتعجبكم جدا باللي انا هعمله فيها. هبدأ اعمل ايه؟ هعجنها كده مع بعض زي ادمجها، خليها متجانسة. هنبدأ بقى نجيب البرغل ونصفيه في المية كويس. يعني انا عاملة نص كيلو بانيه، عملت عليه كوباية الا ربع برغل. غسلته ونقعت حوالي 10 دقايق وبعد كده صفيته. وبعد ما صفيه ابدأ كده احط عليه بالتدريج. انا اللي خلاني احط عليه نص كيلو كوبايه الا ربع برغل والدتي. في ناس اللي كان احب البرغل اكتر من اللحمه، لا انا احب اللحمه اكتر من البرغل بصراحه. بس انا باكل لحمه مش باكل برغل. البرغل ده بس عطينا عشان يدي نكهه، يدي ايه، نكهه بسيطه كده. بعد ما ضربناها في الكيتشن، بعد ما حطينا البرغل هنحط بقى شويه بقسماط عشان تبدا تمسك ايه نفسها. نبدا نزود بقسماط حبه بحبه عقبال ما نلاقيها مسكت في نفسها كده ونقدر ان احنا ايه نصبعها. طبعا قعدت ازود البقسماط حبه بحبه لحد ما بقت ماسكه ايه نفسها واقدر ان انا اصبعها، ماسكه نفسها واقدر ان انا ايه اصبعها. هنروح بقى نصبعها ونحمرها وكده. في حاجه كتير ناوي اعملها فيها هيبقى طعمها حلو كجديده في الاكل يعني. تعالوا نشوف بقى. الكريمه بتاعت الدجاج، شوربه الدجاج هعملها كريمه. وابدا ان انا اعملها ازاي. جبت هضيف 4 كوبايات ميه. تمام. بعد كده هضيف شوربة الكريمة بتاعت الدجاج فيها. دي اللي هي جاية من كنور، شوربة كريمة الدجاج جايباها من كنور، حلوة جدا. هحطها في 4 كوبايات مية وهبدأ بالتدريج ايه اقلب. ال4 كوبايات بيعملوا لتر مية. وابدأ بالتدريج اقعد اقلبها واسيبها بعد كده على نار هادية. اهم حاجة نقعد نقلبها عشان خاطر ايه تدوب فيها. وهوريكم بقى شكل الطبق. يعني انا والدتي اديتها الفراخ، كفتة الفراخ تصبعها، قالت لي ده ريحتها حلوه جدا. قلت لها لا ده بنتك بتعرف تطبخ، اوعى على القطر يعني. ابدا اقلب وبعد كده بعد ما احس انها دابت كلها اسيبها 5 دقايق على النار لحد ما الاقي الشوربه ايه تقلت شويه. وهعمل كده اختراع فيها. يعني المفروض ان شوربه الكريمه دي بتحطيها وتحطي معاها قطع فراخ وتشربوها. لا انا هعمل حاجه تانية خالص، هبقى اوريها لكم بعد كده. اوريها لكم يعني احنا بنشتغل. هسيبها بقى ايه تقعد. انا دوبتها اهو. هسيبها بقى ايه 5 دقايق كده عقبال ما الاقيها تقلت شويه. ده 5 دقايق اهي تقلت شويه اهي. لسه بقى هحط فيها الكفته واخليها ايه تديها غلو حتى تشرب منها. وعاملاها بقى ايه مع مكرونه. هوريكم شكل الطبق في الاخر. دي منظر الكفته بعد ما اتحمرت. بس والله شكلها حلو والله العظيم. يعني هي ذهبي على الطبيعه. نبدا نحطها فين؟ في الكريمه. عايزه اديها غلوه معاها علشان خاطر ايه تاخد منها كده ويبقى طعمها حلو بقى. انا عايز اقولك ان انا والدتي قالت لي طعمها حلو وريحه الفراخ تحفه بالبرغل والبقسماط. تمام. ادينا اهو هنديها غلوه. سوري يا جماعه انا عشان مركزه في اللي انا بحطه فالموبايل بيتهز مني وانا اللي بصور لوحدي. هنقلبها كده على بعضها
خليها تاخد غلوه وهتشوفوا بقى شكل الطبق في الاخر طلقه. انا عايزه لكم بقى ده شكل الطبق. واحد معمول بالكريمه بتاعت شوربه الدجاج وعليهم الكفته زي ما شفتوا، واحد عادي مكرونه بالصلصه وعليها كفته الفراخ. ده منظر الطبق بجد يا جماعه تحفه. الكفته لوحدها من غير شوربه الكريمه تحفه جدا، هتعجبكم قوي قوي قوي. شكل يعني انا دقت واحده كده ماما زعقت لي عليها تقول انت تستلي عليها، لا جميله قوي قوي. ان شاء الله هتعجبكم باذن الله. يلا بقى فعل زر الجرس وندوس سبسكرايب، وعايزه بقى كده يعني مشاهدات حلوه ولايكات.